أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست السياسة. اليوم نفتح ملفا حساسا ومثيرا يحمل أبعادا سياسية واستراتيجية قد تغير مسار قضية الصحراء المغربية بالكامل. ملف ترتبط خيوطه بمراكز القرار في واشنطن وتحالفات دولية متشابكة وصراع إقليمي مستمر منذ عقود. فهل نحن أمام مرحلة جديدة ستقلب موازين القوى؟ لطالما شكلت الولايات المتحدة الأمريكية بوزنها السياسي والاقتصادي لاعباً رئيسياً في النزاعات الدولية، وغالباً ما كان موقفها حاسماً في توجيه مسار القضايا العالقة. ولكن مع وصول دونالد ترامب إلى السلطة تغيرت الأمور تماماً. فالرجل الذي لا يتردد في اتخاذ قرارات جريئة ومثيرة للجدل بدأ في إعادة صياغة أولويات السياسة الخارجية الأمريكية، واضعاً الأمم المتحدة تحت المجهر، خاصة فيما يتعلق بالإنفاق الأمريكي على بعثات حفظ السلام. وهنا يبرز السؤال الكبير: هل يمكن أن يكون وقف تمويل بعثة المينورسو في الصحراء المغربية أحد هذه القرارات؟ الموضوع ليس مجرد تكهنات، بل إنه بات مطروحاً بقوة داخل الأوساط السياسية الأمريكية، حيث بدأ بعض مراكز الأبحاث مثل أمريكان انتربرايز في الترويج لفكرة أن بعثة المينورسو أصبحت عبئاً مالياً لا يحقق أي نتائج ملموسة، وأن استمرار تمويلها لا يخدم سوى إبقاء النزاع مفتوحاً بدلاً من حله. لكن إذا قررت واشنطن سحب دعمها لهذه البعثة، فماذا يعني ذلك للمغرب؟ وكيف ستتعامل الجزائر مع هذا التحول؟ وهل يمكن أن يؤدي هذا القرار إلى تصعيد جديد في المنطقة، أم أنه سيكون خطوة نحو تسوية نهائية للقضية؟ في هذه الحلقة سنناقش الموضوع من جميع زواياه للوصول إلى رؤية شاملة. استعدوا لنقاش جريء مليء بالتحليلات العميقة والتفاصيل المهمة. قبل أن نبدأ في تفاصيل الخبر، لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، وتفاعلوا معنا بإعجاب وتعليق لدعم المحتوى. منذ وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، شهدت السياسة الخارجية الأمريكية تحولات جذرية، خاصة فيما يتعلق بمساهماتها المالية في المنظمات الدولية. ترامب الذي رفع شعار أمريكا أولاً لم يخفي أبداً استياءه من حجم الأموال التي تنفقها بلاده على الأمم المتحدة، معتبراً أن العديد من بعثات حفظ السلام باتت غير ضرورية وتستنزف ميزانية الولايات المتحدة دون تحقيق نتائج ملموسة. ضمن هذا السياق بدأ الحديث داخل أروقة صنع القرار الأمريكي عن ضرورة إعادة تقييم تمويل بعثة المينورسو التي تم إنشاؤها قبل أكثر من 3 عقود دون أن تحقق تقدماً حقيقياً في حل النزاع حول الصحراء المغربية. إدارة ترامب التي اعترفت رسمياً بمغربية الصحراء سنة 2020 وجدت نفسها أمام معضلة سياسية. فمن جهة، الاعتراف بسيادة المغرب على الأقاليم الجنوبية جاء في إطار صفقة سياسية شملت تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي بين الرباط وواشنطن، ومن جهة أخرى استمرار تمويل بعثة المينورسو يتعارض مع هذا الموقف، بل قد يفهم على أنه تناقض في السياسة الأمريكية تجاه هذا النزاع. ولهذا بدأ بعض صناع القرار في واشنطن مدعومين بمراكز أبحاث محافظة في الترويج لفكرة أن استمرار دعم هذه البعثة لا يخدم المصالح الأمريكية، وأن الوقت قد حان لمراجعة دورها أو حتى إلغائها بالكامل. في هذا الإطار نشر معهد أمريكان انتربرايز، وهو أحد مراكز الأبحاث المؤثرة في دوائر صنع القرار بواشنطن، تقريراً يدعو إلى وقف تمويل بعثة المينورسو، معتبراً أنها تحولت من أداة لحل النزاع إلى عامل يساهم في إطالته. التقرير أشار إلى أن البعثة التي كلفت الأمم المتحدة مليارات الدولارات منذ إنشائها فشلت في تحقيق أي تقدم يذكر، لا سيما في مسألة تنظيم الاستفتاء الذي كان أحد أبرز مهامها عند تأسيسها. ومن هذا المنطلق اعتبر الباحثون في المعهد أن الإبقاء على تمويل المينورسو لا يعد كونه هدراً للموارد المالية في وقت تسعى فيه إدارة ترامب إلى إعادة توجيه ميزانية الولايات المتحدة نحو قضايا أكثر أولوية. الموقف الأمريكي الجديد تجاه بعثات حفظ السلام لم يأتي من فراغ، فترامب لطالما كان ناقداً شديداً للأمم المتحدة، وسبق له أن قلص مساهمات بلاده في عدة منظمات أممية مثل منظمة الصحة العالمية والمجلس الدولي لحقوق الإنسان. بالنسبة له، أي مؤسسة دولية لا تخدم المصالح الاستراتيجية الأمريكية بشكل مباشر تصبح عبئاً لا مبرر له، وهذا ما يجعل فكرة وقف تمويل بعثة المينورسو مطروحة بقوة على الطاولة،
خصوصاً وأن السياسة الأمريكية في المنطقة أصبحت أكثر ميلاً لدعم الاستقرار عبر الشراكات الثنائية بدل الحلول الأممية التي غالباً ما تكون بطيئة وغير حاسمة. المغرب الذي نجح في تعزيز علاقاته مع الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة يتابع هذه النقاشات عن كثب. الرباط تدرك أن أي قرار بسحب تمويل المينورسو سيكون له تداعيات مباشرة على النزاع، سواء على المستوى الدبلوماسي أو الميداني. فمن جهة قد يؤدي ذلك إلى تقليص دور الأمم المتحدة في الملف، مما قد يفتح المجال أمام حلول أخرى قائمة على التفاهمات السياسية بدل الآليات الأممية التقليدية. ومن جهة أخرى فإن غياب البعثة قد يخلق فراغاً أمنياً يمكن أن تستغله الأطراف المناوئة للمغرب لمحاولة زعزعة الاستقرار في المنطقة. الجزائر التي تدعم جبهة البوليساريو وتراهن على استمرار البعثة الأممية كضمانة لوجود الملف على أجندة مجلس الأمن تجد نفسها أمام تحد جديد. أي تراجع أمريكي عن دعم المينورسو سيعني تقليص الضغط الدولي على المغرب، وربما دفع أطرافاً أخرى إلى إعادة النظر في مواقفها بشأن النزاع. في ظل هذه التطورات تحاول الجزائر جاهدة التأثير على الموقف الأمريكي عبر تحركات دبلوماسية مكثفة تهدف إلى إقناع إدارة ترامب أو على الأقل بعض مراكز القرار في واشنطن بأن إنهاء دور البعثة قد يؤدي إلى تصعيد غير محسوب العواقب. الرهان الجزائري على البعثة الأممية ليس مجرد موقف سياسي، بل هو جزء من استراتيجية أوسع تحاول من خلالها الجزائر الحفاظ على نفوذها في المنطقة، خاصة بعد الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، والذي شكل ضربة قوية لمخططاتها. لهذا نجد أن الجزائر لم تكتف بالتحركات الدبلوماسية التقليدية، بل لجأت أيضاً إلى ورقة المصالح الاقتصادية، حيث تحاول إغراء الشركات الأمريكية بفرص استثمارية في قطاعي النفط والغاز، في محاولة لكسب دعم بعض دوائر التأثير في واشنطن لصالح الإبقاء على دور الأمم المتحدة في النزاع. ومع اقتراب موعد جلسة مجلس الأمن المقررة لمناقشة تجديد ولاية بعثة المينورسو، تزداد حدة النقاش داخل الأوساط الأمريكية. البعض يرى أن الوقت قد حان لإنهاء دور البعثة، خاصة في ظل الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، بينما يرى آخرون أن إبقاء البعثة ولو بشكل رمزي قد يكون ضروريا للحفاظ على التوازن الدبلوماسي في المنطقة. وبين هذين الرأيين يبرز التساؤل حول مدى تأثير القرار الأمريكي المحتمل على مستقبل النزاع، وهل سيكون بداية لمرحلة جديدة في تعاطي المجتمع الدولي مع الملف. إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جعلت من تقليص النفقات الخارجية وتقييم فعالية الإنفاق على المنظمات الدولية إحدى أولويات سياستها. هذا التوجه الذي يهدف إلى تقليص الالتزامات المالية للولايات المتحدة في الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات يتطلب إعادة النظر في تمويل بعثات حفظ السلام التي تعتبر غير فعالة أو غير قادرة على تحقيق أهدافها. ومن بين هذه البعثات تبرز بعثة المينورسو كإحدى الأكثر جدلاً، خاصة في ضوء فشلها المستمر في إتمام مهمتها الأساسية، تنظيم استفتاء لتقرير مصير الصحراء المغربية، وهي القضية التي بقيت عالقة لأكثر من 40 عاماً. ورغم الجهود المالية الكبيرة التي أنفقت على هذه البعثة، إلا أن نتائجها كانت مخيبة للآمال، وهو ما جعل البعض في واشنطن يشكك في جدوى استمرار تمويلها. المطلب الأساسي الذي طرحه معهد أمريكان انتربرايز يتجسد في ضرورة إيقاف تمويل بعثة المينورسو، معتبراً أن هذه البعثة قد أضحت عبئاً مالياً على الولايات المتحدة دون أن تحقق أي تقدم يذكر في حل النزاع. فبعد مرور أكثر من 30 عاماً من تواجدها في المنطقة، لم تحقق البعثة أي نتائج ملموسة، بل استمرت في التعامل مع الوضع القائم من دون اتخاذ خطوات حقيقية نحو إنهاء النزاع. هذه النظرة الأمريكية تتسق مع توجهات ترامب العامة التي تعارض الإنفاق الدولي غير المجدي، والتي تركز على تقليص الفجوات في الميزانية الفيدرالية عن طريق الحد من المشاركة في المشاريع الدولية التي لا تخدم المصالح الأمريكية بشكل مباشر. على الرغم من هذه الانتقادات، من غير الممكن تجاهل دور البعثة في توفير بعض الاستقرار المؤقت في المنطقة. فوجود المينورسو قد أسهم في الحد من التصعيد العسكري المباشر بين الأطراف المتنازعة، وهو ما يعكس بعض فاعلية البعثة في الحفاظ على السلام الهش.
إلا أن هذه الفاعلية تعتبر محدودة ولا تساهم في حل جوهري للنزاع الذي يستمر عقوده دون أن تجد الأطراف المتورطة فيه مخرجا عمليا. ولهذا تبرز الأسئلة حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستستمر في تمويل بعثة لم تحقق نتائج في حل النزاع، أم أنها ستدفع باتجاه تغيير استراتيجي في طريقة التعامل مع هذه القضية. التوجهات الأمريكية الأخيرة التي تؤكد على ضرورة البحث عن حلول أكثر فعالية تثير قلقاً بالغاً لدى الجزائر والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب البوليساريو، اللتين تعتمدان بشكل كبير على دعم المجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة في محاولة لتسوية النزاع بما يتماشى مع مصالحهما. فقد بدأت الجزائر من خلال تحركات دبلوماسية في واشنطن في الضغط على إدارة ترامب من أجل الإبقاء على بعثة المينورسو، بل وربما توسيع دور الأمم المتحدة في عملية التسوية. الجزائر ترى في هذه البعثة أداة لضمان استمرار الوضع القائم، وتخشى أن يؤدي أي تغيير في مسار السياسة الأمريكية إلى فقدان ما تبقى لها من نفوذ في قضية الصحراء. من جهة أخرى، يواصل المغرب تحركاته الدبلوماسية من أجل تعزيز موقفه، حيث يعتبر أن أي مراجعة للبعثة يجب أن تكون في سياق دعم وحدة أراضيه وإعادة تأكيد سيادته على الصحراء. المغرب الذي حصل على اعتراف الولايات المتحدة بسيادته على الأقاليم الجنوبية في ديسمبر 2020 يعول على هذه التحولات في السياسة الأمريكية لتعزيز مواقفه وإغلاق باب أي نقاش دولي قد يمس بشرعيته في الصحراء. ومع ذلك فإن الوضع يبقى غير مستقر، خاصة في ظل التحديات المستمرة التي تواجهها المملكة على المستوى الدولي، سواء من الجزائر أو من بعض القوى الدولية التي قد تسعى إلى الضغط من أجل حلول متوازنة قد تشمل إشراك البوليساريو في مسار الحل. لكن يبقى السؤال الأساسي: هل الولايات المتحدة فعلاً ستتجه إلى تغيير جذري في سياستها تجاه الصحراء المغربية؟ أم أن هذه الدعوات لتقليص تمويل بعثة المينورسو تمثل فقط ردة فعل على ظروف معينة تتعلق بتخفيض النفقات من دون التأثير الكبير على المواقف السياسية الاستراتيجية في المنطقة؟ المعطيات الحالية تشير إلى أن إدارة ترامب قد تتخذ قراراً أكثر توازناً بين رغبتها في تقليص التكاليف والتزامها بالمصالح الاستراتيجية التي ترتبط بشراكتها مع المغرب، خاصة فيما يتعلق بالوجود الأمريكي في المنطقة وأمن البحر الأبيض المتوسط والتعاون الاقتصادي المتزايد بين البلدين في الآونة الأخيرة. وفي الوقت الذي تركز فيه الجزائر على تعزيز موقفها الدولي من خلال تحالفاتها المختلفة، خاصة في محيطها الإقليمي، يبقى المغرب هو الحليف الأكثر استقراراً للولايات المتحدة في المنطقة. إن الخطوات التي تتخذها واشنطن في هذا الإطار قد تؤثر بشكل كبير على الموازين الجيوسياسية في شمال أفريقيا. ولا يمكننا إغفال أن الضغوط السياسية التي تمارسها الجزائر قد تجد طريقها إلى داخل إدارة ترامب عبر حلفائها أو عبر منظمات دولية، وهو ما قد يغير من مسار النقاش حول تمويل بعثة المينورسو في المستقبل. إدارة ترامب في هذا السياق قد تجد نفسها بين خيارين: إما الاستمرار في تمويل بعثة حفظ السلام هذه مع مزيد من الضغط لتعديل أهدافها، أو اتخاذ قرار صعب بالانسحاب منها كلياً مع تشجيع الأطراف المعنية على إيجاد حل دبلوماسي. ومع التحولات الأخيرة في السياسة الأمريكية، يبدو أن موقف الولايات المتحدة تجاه النزاع في الصحراء المغربية قد يشهد تغييرات جذرية قد تفتح الباب أمام خيارات جديدة لحل النزاع بشكل نهائي. ما سيترتب على هذه السياسات ليس فقط سحب الدعم المالي، بل قد يتجاوز ذلك إلى تأثيرات على السياسات الإقليمية والعلاقات بين الدول الكبرى. فالمغرب الذي أصبح شريكاً رئيسياً في الأمن والاقتصاد بالنسبة لأمريكا، ربما ينجح في ضمان استمرارية دعم الولايات المتحدة لموقفه في نزاع الصحراء. ومن ناحية أخرى، قد تخلق الجزائر التي تحاول بشتى الطرق إظهار قوتها في المنطقة مزيداً من التوترات الإقليمية، مما يفرض على واشنطن اتخاذ مواقف أكثر حزماً. في ضوء هذه التحديات، هل ستنجح إدارة ترامب في إحداث تغيير حقيقي في قضية الصحراء المغربية؟ وكيف سيكون تأثير هذا التغيير على مصالح أمريكا وحلفائها في المنطقة؟ أخبرونا برأيكم في التعليقات أدناه. شكراً لمتابعتكم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة لمتابعة المزيد من التحليلات والأخبار الهامة. إلى هنا نصل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم.